هو انا عارف ومتاكد ان الاهلي كان دايس على وش قاره افريقيا دي كلها وواخدها بالطول والعرض، لكن ما كنتش متوقع الشماته اللي هتحصل بعد خروج الاهلي للسنه الثانيه على التوالي. للامانه يعني الواحد هنا رايح الجيم بيتمرن ومزاجه مش احسن حاجه بسبب الخروج قدام الترجي، بيقابل ناس بيشمتوا لمجرد ان هو بيشوف اللوجو ده. اللوجو ده بيعفرت الناس بيجننهم. يعني فكره اللوجو ده اصلا انت لما بتشوفه وتكون عارف ان النادي ده دايس على وشك واخد منك بطولات كتير وبيروح في ارض ملعبك، بص بيروح ملعبك وياخد منك، سواء بقى ملعب رادس بقى ملعب محمد الخامس ايا كان، بيروح وياخد البطوله من قلب ملعبك. لكن الفكره بقى كلها الرد الفعل والشماته اللي موجوده دي. اتاكدت فعليا قد ايه النادي ده كبير، اتاكدت فعليا ان النادي الاهلي ده كبير قوي 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 قوي، ولما بيقع لازم يحصل كده. لازم الاهلي الكبير زعيم افريقيا لما يقع يلاقي الشماته دي. بس احنا هننتقد فريقنا عشان نخليه احسن. ويا ويلكم من كل ده، بص يعني ايه، اعمل اللي انت عاوزه وانتقد واشمت ومش عارف ايه، بس احذر من عودة الاهلي. وخد بالك انا لو قعدت غايب لمدة مش عارف كام سنة، انت برضو ولا هتعرف تجيبني ولا تحصلني. شوف انا فين وانتوا فين.